الصراحة مش عارف كيف بدي أطلع قدامكم بعد هالغيبة. والله محرج منكم يا جماعة، محرج وكثير. بس لو قد ما أكون محرج مش راح أكون محرج مثل أبو فلة ولا نور ستارز ولا أحمد أبو الرب ولا أنا الصالة فاميلي ولا الدحيح ولا والقائمة لسه أطول بكثير. كل هدول الناس اللي أنا عديتهم وفوقهم أضعافهم كمان من صناع المحتوى أو زي ما بيحكوا المؤثرين، متهمين كلهم بالتطبيع مع الاحتلال، وقاعد بصير عليهم حملة بتويتر. وبفيديو اليوم راح أفهمكم كل إشي قاعد بصير. أمي طبخت بامية وأنا بدي كوسة كثير حامية، أخوي اسمه موسى. هلا والله يا جايز، كيفكم؟ متأسف على السحب اللي صارت، يعني صار لي اسبوع تقريبا ما نزلت ولا مقطع. اذا حاسين انه الصوت متحسن فرحبوا معي بالاستاذ مايكروفون. باخر الفيديو بحكي لكم ليش هاي الغيبة وشو في جديد. هسا خلينا نركز على الموضوع الاساسي. او لا، تعال خليك هون. شو انا جايبه بضوي والوان عشان اخليه على الجنب؟ لا، بدي اخليه هون. بعدين صحيح احكي لكم شغله عن الميكروفون قبل ما نبلش. طلعوا صرت تسمعوني كمان مرة. هاي خلينا نكمل. بس عشان تفهموا الموضوع خلينا احكي لكم القصة كيف بلشت. بال2020 أسست شركة اسمها أكاديمية الإعلام الجديد برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم إمارة دبي. ومن باب الصدفة، يعني لا أكثر ولا أقل، بس أجت تأسيس الشركة بعد ما وقعت الإمارات اتفاقية التطبيع مع إسرائيل. We launched the New Media Academy 2 years ago. And the objective there was to incubate and support Arab and Emirati content creators. سامعين؟ هم أهم إشي دعم المحتوى العربي. بس أول إشي أو أول مشروع اشتغلت عليه هاي الأكاديمية هو دعم شركة ناس ديلي. مين ناس ديلي؟ ليش الكل بيحكي ناس ديلي؟ ناس ديلي مين هذا الزلمة؟ موضوعكم عندي. ناس ديلي أو شركة ناس ديلي هي شركة أسسها شخص اسمه نصير ياسين. طبعا هو وللأسف فلسطيني، بس يعني فلسطيني متخاذل. ونصير بقدم محتوى من سفر وتقديم المخترعين ومبتكرين من كل أنحاء العالم، ومن فترة لفترة بيحاول إنه يروج للتطبيع الناعم زي ما بيحكوها. شو هالمصطلحات هاي؟ تطبيع وناعم. التطبيع الناعم يعني هو اللي بيطلع الاحتلال بصورة كويسة بعيدا عن الجرائم اللي بيرتكبها أو التطهير العرقي اللي بيعمله، وبيساعد الاحتلال لحتى إنه يفرض نفسه ككيان طبيعي في المنطقة، وإنه الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو صراع متكافئ، وإنهم الفلسطينيين هم اللي ما بدهم السلام واليهود هم أحسن ناس، ومن هذا الحكي. آسف، طبت فيك في الغلط، والله أنا آسف. خليك انت منيح بدك اذا تعبت من التصوير خذ نفس عادي. ايوه وين هذا الزلمه؟ وين هذا؟ هي ما شاء الله عنه بحرث حراث الحمير. اذا انت تعبت بس احكي لي نصرف غاد ولد. نرجع لنيو ميديا اكاديمي. بسنه 2020 تحديدا في 14 سبتمبر او 14/9 هو بيطلع 14/9 نشرت حركة مقاطعة إسرائيل بيان رسمي إنه أكاديمية الإعلام الجديد الإماراتية تمول برنامج ناس ديلي وأكاديمية ناس التي تضم إسرائيليين من ضمن طاقم الإشراف والتدريب الذي يرأسه الإسرائيلي جوناثان بيليك، وأن البرنامج ضمن الجهود الإسرائيلية لغزو عقول شعوبنا وتلميع جرائم نظام الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي. يعني بما معنى إنه الأفكار اللي عند ناس بدهم يخلوها تنتشر بشكل أوسع. برنامج تدريبي طويل لمدة 6 أشهر ل80 صانع محتوى من الوطن العربي. فعملوا برنامج، جابوا 80 صانع محتوى من شتى بقاع العالم، ونيو ميديا أكاديمي دعمت ناس ديلي لحتى إنها تطلع هذول 80 صانع محتوى. حندربك وحنجيب لك مشرف على القناة وحنشرف على الاستراتيجية وحنجيب لك مبلغ مالي شهريا. شافوا إنه ناس لحاله قاعد يتعرض لهجوم، الناس قاطعت وبطل في حدا يشوفه، فما وفت معاهم، عملوا 80 واحد زي ناس. طبعا الناس بعد ما عرفت في موضوع هاي الأكاديمية وإنهم بيدعموا ناس ديلي حاربوها وقاطعوها، فقعدوا يفكروا إحنا كيف بدنا نصلح الأمور، كيف بدنا نرجع نكسب ثقة الناس فينا. سهلة، بنجيب واحد الناس بحبوه وبنعطيه كثير مصاري ليشتغل معانا، وهيك الناس ترجع بنكسب ثقتهم. طيب هسا الفكرة صارت موجودة، بس مين بدنا نجيب؟ فكروا راحوا جابوا أحمد الغندور أو اللي اسمه الدحيح، خاصة لأنه الدحيح كان يبث برنامجه على شاهد وخسر فئة كبيرة من متابعينه بسبب إنه منصة شاهد منصة مدفوعة مش زي اليوتيوب مجاني. وفعلا لما الدحيح طلع على قناة الإعلام الجديد جاب مشاهدات خيرات الله، جاب مشاهدات بالهبل. وقد ما الناس أساسا بتحب الدحيح أو كانت أصلا تستنى إمتى بده ينزل فيديو،
في أول يوم أو حتى أقل من 24 ساعة كان صار جايب على الفيديو أكثر من 1.5 مليون مشاهدة. في نفس الوقت اللي كانت في القناة منزلة 85 فيديو متوسط المشاهدة فيهم 15,000 مشاهدة. يعني أنت بتحكي الدحيح بفيديو واحد جاب مشاهدات أكثر من تاريخ القناة كلياته. طبعا الدحيح تعرض لحملة مقاطعة كبيرة وخسر كثير من متابعينه ومن جمهوره لهذا السبب، وأنا كنت منهم، وفي كثير ناس زيي أو الناس اللي شافت وعرفت إيش اللي صاير قاطعوا الدحيح، مش بس لأنهم ما بدهم يحضروا الدحيح، لا بس لأنهم ما بدهم يدعموا هاي القنوات. بتفاجأ قبل يومين إنه الأكاديمية هاي نفسها اللي بتدعم الاحتلال وبتقدم دورات تدريبية تحت أيدي صهيونية عملت مؤتمر اسمه مؤتمر المليار متابع، وجابوا صناع محتوى من كل مكان، ومش أي صانع محتوى، لا هم جابوا صناع المحتوى الكبار مثل أبو فلة، أحمد أبو الرب، نور ستارز، أنس وأصالة، غيث مروان. طيب وشو قصة هالمؤتمر؟ زي ما بيحكوا إنهم بدهم يحتضنوا صناع المحتوى العربي. And the objective there was to incubate and support Arab and Emirati content creators. Academy is to nurture 100 Arab and Emirati talents in the next 5 years to become influential content creators. And طب بدك تدعم صانع محتوى عربي بتروح بتجيب واحد صهيوني يشرف على تدريبهم، او بتحكوا انجليزي عشان بتدعموا المحتوى العربي؟ المهم بعد ما الناس شافت انه نصير موجود في المؤتمر هذا وطلع ليحكي كلمة وكان هو اساسا من المشرفين على المؤتمر، في كثير من صناع المحتوى طلعوا يبرروا ويحكوا انه احنا ما كنا نعرف انه نصير موجود، وما كنا نعرف انه نيو ميديا هاي بتدعم المحتوى الصهيوني، وفي قسم ثاني منهم حب انه يضل ساكت لحد ما تهدى القصة. مثلا احمد ابو الروب نزل تغريدة بتويتر: بالنسبة للمؤتمر انا بعتذر إذا أي تصرف إلي كان خاطئ أو في شبهة، وأنا مش مطبع والله وأبدا ما كان قصدي. بس هاي أسهل إشي، أنا والله ما كان قصدي. لا، إيش اللي ما كان قصدك بالضبط؟ يعني على أساس ما كنت بتعرف؟ ترى ناس ديلي ما كان راعي للمؤتمر، هو فقط متحدث، ولما طلع على المسرح أنا عطول خرجت من كل المؤتمر وما حضرت اليوم الثاني، وعلى عكس الإشاعات ما حد دفع لي مبلغ عشان أحضر. يعني مش عارف هو ضروري يعني يكون راعي للمؤتمر عشان انت ما تحضر؟ ومجرد وجودك مع الاحتلال في مكان واحد بيعني انك انت متقبل فكرة انه هذا الزلمة يكون موجود معانا ونعيش سويا. يعني هاي لحالها مأساة. وبعدين احمد ما حضر اليوم الثاني لانه طلع على امريكا لانه في عنده جائزة بده يستلمها. ما تسك علينا وانك تركت المؤتمر وسافرت وخليت خطيبتك عندهم عشان انت ما بدك تشوف نصاير رحت على امريكا. إذا مش هبل إحنا مان. رأيي بالموضوع كل واحد راح على الحفل كان عارف إنه الأكاديمية المطبعة هاي هي المشرفة على المؤتمر، كلهم بدون استثناء، وعارفين إنه نصير كان موجود. وإذا حدا بيطلع بيحكي غير هالحكي هاد يعني تفضل باشا ورجينا الدعوة كيف وصلتك، أنت كيف وصلتك دعوة طالما ما بتعرف إنه نصير أو نيو ميديا هم المسؤولين عن الموضوع. بحزن على المجتمع العربي كيف صار كل همه فلوس وشهرة ولايكات وابصر ايش. يعني ما في ولا حدا مهتم لحدا ولا حدا، والناس ما بتوقف مع بعض. وبس والله يا جماعة أنا حكيت اللي عندي، انتوا احكوا لي آرائكم بالتعليقات. وبالنسبة للغياب صحيح يا جماعة، هاد آخر فيديو راح أصوره في هذا المكان. مش راح احكي اكثر من هيك، ما بعرف كيف الصوت راح يطلع، دعواتكم ان شاء الله يطلع الصوت كويس وما اضطر ارجع اعيد تصوير الفيديو. وفي الختام شكرا لكم كلياتكم، شكرا لكل حدا اشترك وكل حدا عمل لايك وكل حدا شارك القناة لو مع اهله ومع اصحابه او حتى كتب تعليق جدا بسيط. شكرا لكم كلياتكم، انا بدونكم ما كنت وصلت لهون. بحضر لكم شغلات حلوة ان شاء الله راح تعجبكم، وان شاء الله راح اكون عند حسن ظنكم. شوفكم الفيديو الجاي. Peace out. مرة في حينا زارنا فيل ظريف برفق قال لنا ليس هنالك. تويتر، ليش بحكي تويتر دايما؟ ليه بحكيش تويتر؟ تويتر. احمد ابو الرب نزل تغريدة بتويتر.